في صفة لو موجودة فيك كراجل هتخلي الستات حرفيا كلها بتلاحقك والستات كلها عايزاك، وعلى عكس تماما لو انت عندك كل الصفات اللي في الدنيا بس الصفة دي مش موجودة فيك للأسف الشديد ولا ست هتبقى عايزاك مهما كان عندك من إمكانيات. ولو انت فاكر ان الصفة دي ليها علاقة مثلا بفكرة انك تكون غني جدا جدا او ابن عيلة وناس او ناجح في شغلك قوي او انك وسيم قوي او حتى انك بتحبها قوي وبتعاملها بحنية فوق الوصف، فانت فاهم غلط تماما. الموضوع عكس كده خالص، وده اللي بيفسر سبب انك ساعات بتلاقي راجل عنده كل الامكانيات الماديه والعاطفيه والمعنويه وابن عيله وناس، لكن في الاخر تحس ان حظه او بخته في العلاقات العاطفيه سيء جدا، وتحس في الاخر ان الست اللي معاه مش عايزاه بالرغم ان هو حرفيا عنده كل حاجه. وفي نفس الوقت بتلاقي رجاله تانيين تحس ان هم امكانياتهم قليله وما عندوش الامكانيات دي، بس بتلاقي البنات عامه او كل ما يخش في علاقه عاطفيه تلاقي الست اللي معاه متعلقه بيه جدا وعايزه تكمل معاه للاخر. كل الفكره ان الراجل الاولاني اللي عنده كل الامكانيات دي ما عندوش الصفه اللي انا هقول لكم عليها كمان شويه، وعلى العكس تماما الراجل التاني اللي هو يبان لك كده ان هو ما عندوش حاجه يعتبر عنده الصفه دي. ايه هي بقى الصفه دي وايه التفسير العلمي ورا الموضوع ده اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض النهارده باذن الله. بس قبل ما نبتدي نخش في موضوع الحلقه ما تبخلوش عليا باللايك، لان اللايك بيزود انتشار الفيديو وده بيساعد القناه بتاعتي تكبر اكتر واكتر. وفي نفس الوقت لو لقيتوا الفيديو مفيد ما تبخلوش تبعتوه لاي حد محتاجه، لعل وعسى تاخد اجر وثواب انك ساعدت الشخص ده. ودلوقتي خلينا على طول نخش في موضوع الحلقه. جميع النساء تلاحظ هذا الرجل في بره الصندوق. الصفه اللي لو موجوده في الراجل بتخلي الستات حرفيا كلها سواء كانت بقى الست دي كويسه او وحشه بتلاحق الراجل ده وبتبقى عايزاه زوج ليها، هي بمنتهى البساطه ان الراجل حاطط شغله اولويه ودايما كل همه انه يتطور في شغله. ومش المهم دلوقتي انك تعرف ايه هي الصفه دي قد ما المهم تعرف ايه التفسير العلمي ورا الموضوع ده. والحقيقه ان التفسير العلمي ملوش اي علاقه بالكلام اللي بيتقال دلوقتي على السوشيال ميديا بفكره ان الستات بتحب الراجل اللي يرميها، الست بتحب الراجل اللي منفض لها، الست بتحب الراجل اللي بيعملها معامله سيئه. الموضوع مش كده خالص، الموضوع ليه تفسير علمي بيخلي الستات كلها بتحب تلاحق الراجل ده وبتحب ترغب في الراجل ده ان هي تخليه زوج ليها عكس الرجاله التانيين. والتفسير العلمي ورا الموضوع ده بكل بساطه ليه سببين اتنين. السبب الاول هو الاحساس بالامان. يعني ايه الاحساس بالامان وايه علاقه الاحساس بالامان بفكره ان الراجل حاطط شغله رقم واحد؟ ده اللي انا هشرحه لك دلوقتي. الستات في العالم كله بتبقى عارفه كويس انها مسؤوله من الراجل، فبالتالي الست عمرها ما هتحس بالامان لو الراجل حط اي حاجه تانية اولويه قبل شغله، حتى لو الحاجه دي هي نفسها. لان الستات فاهمه كويس انها لما بتقرر ترتبط بالراجل هي بتبقى عارفه كويس ان الراجل ده مطلوب منه يغطي كل التزاماتها، ولو الراجل ده حطها هي اولويه قبل ما يحط شغله اولويه ده معناه ان الراجل مش هيركز في شغله. فلو الراجل ما ركزش في شغله معناه في اللاوعي عند الست كده ان الراجل ده مش هيعرف يكفي احتياجاتي كويس ومش هقدر احس معاه بالامان، فبالتالي الراجل ده لا يصلح حتى لو الراجل ده كان حاططها هي اولويه. ده اللي بيفسر كتير جدا فكره انك لما بتلاقي رجاله بيحب ست قوي او راجل بيحب ست قوي وبيعاملها كويس جدا وبيحطها اولويه قبل كل حاجه وبيفضلها على شغله وبيفضلها على اهله وبيفضلها على كل حاجه في حياته، حتى لو عامل بلانز او عامل خطط مع صحابه بيلغي الخطط دي كلها عشان الست اللي معاه دي، في الاخر بتلاقي الست دي بتنفر من الراجل ده. واحنا كلنا في الاخر عقلنا بيستغرب جدا ازاي ست بتسيب راجل حاططها رقم واحد، ازاي ست تسيب راجل بيعاملها كل المعامله الكويسه دي وفي نفس الوقت ده الراجل كويس وابن حلال ومحترم وشغال وكل حاجه، بس كل الفكره ان هو حاططها اولويه. الموضوع بكل بساطه مش عشان الستات ابدا بتحب الراجل اللي بيعاملها معامله سيئه، لا، اللاوعي عند الست فاهمه كويس جدا ان الراجل لازم يبقى اولويته شغله، ولو في اي حاجه تانية قبل شغله اولويه ده معناه ان الراجل ده مش مركز في الحياه صح، وده معناه ان انا حياتي كلها في خطر. لان بكل بساطه الست لما بتقرر ترتبط بالراجل هي حرفيا بتسلمه حياتها كلها، الست السليمه الست السويه. فبالتالي الست بتبقى عارفه كويس جدا لو انا سلمت حياتي كلها للراجل هو مش حاطط فكره الامان بتاعنا بطريقه سليمه يبقى انا حياتي كلها في خطر. فلو انت حاطط تركيزك كراجل كله مع الست اللي انت معاها في علاقه، سواء كانت بقى الاولويه بتاعتك هي الست نفسها اللي هي مراتك او البنت اللي انت مرتبط بيها او اي حاجه تانية، ما تستغربش ابدا لو مع الوقت اكتشفت ان الست دي حتى لو بتحبك هتبتدي تنفر منك. ليه؟ لانها هتبقى خايفه طول الوقت حاسه بعدم امان. وده اللي بيفسر بشكل كبير قوي الحالات اللي بتجيلي في الاستشارات الخاصه اللي هو بيشتكي لي ان هو بيعمل كل حاجه للست وبالرغم من كده في نفور وفي علاقه سيئه وفي دايما مشاكل والست دايما بتقول له ان انا مش حاسه بالامان، برغم حرفيا انا شفت الحالات دي قدام عيني والله بيبقى شاب زي الفل، شاب محترم وابن عيله وناس ومتدين وملتزم وبتاع شغله برضه وكل حاجه، بس كل الفكره ان هو حاططها هي رقم واحد. ولما بتكلم مع بنت بقى او بتكلم مع مراته هي بتقول لي انا مش حاسه بالامان، كل حاجه في حياته انا مش فكره انا مش حابه الموضوع ده، بس انا مش مطمنه ومش عارفه ليه. كل الفكره هي فعلا عندها حق، هي مش مطمنه لان الراجل حاططها هي كل حاجه، حاططها هي رقم واحد واثنين وثلاثه، والموضوع ده ما ينفعش ابدا بالنسبه
قدامنا احنا كرجاله. مش عايزك ابدا تفهم كلامي ان انا بقول لك ان عامل الست معامله وحشه او عامل الست معامله سيئه. يا اخي لنا في الرسول قدوه حسنه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعامل زوجاته احسن معامله، لكن كان حاطط شغله وحاطط حياته وحاطط غزواته وحاطط الحروب والفتوحات اولويه قبل اي حاجه. اما بالنسبه للسبب الثاني فهو ديناميكيه العلاقه. يعني ايه ديناميكيه العلاقه؟ هشرح لك دلوقتي. ربنا خلق الراجل والست وغرس جوه الست الفطره انها عارفه كويس ان الراجل ليه الابر هاند، الراجل ليه اليد العليا، وده ابدا مش بيقلل من قيمه الست. وعلى عكس الكلام الموجود في السوشيال ميديا والتلفزيونات والمسلسلات وفي كل حاجه اللي بيحاولوا دايما يشوهوا صوره الراجل ان الراجل لو ليه اليد العليا عليكي انت كزوجه فده معناه ان هو هيتحكم فيكي وهيعاملك معامله سيئه وهيفتري عليكي وكل الكلام ده. الكلام ده ملوش اي واقع من الصحه اساسا. سبحان الله، نفس القنوات ونفس المسلسلات ونفس البرامج اللي بتتكلم في الموضوع ده هي نفسها اللي بتقول للست عادي جدا تروحي تشتغلي في شغلك، وفي شغلها بيجيب ان المدير متعصب وبيزعق لها وهي ما بتردش عليه وبتسكت وبتستحمل وبالعكس بتبتسم وبتروح كمان تراضيه. لكن في البيت لا، سبحان الله، ما ينفعش الراجل يزعلك، ما ينفعش الراجل يعلي صوته، ما ينفعش اي حاجه. وده اللي بيكشف تناقض الكلام ما بين المسلسلات وما بين الواقع. يعني المسلسلات والبرامج دي بتقول روح انت عادي في شغلك تهزقي من مديرك واسكتي وما تتكلميش خالص وبالعكس راضيه، لكن في بيتك لو جوزك بس على صوته مش من حقه يعلي صوت عليكي. فالكلام ده سيبكم منه تماما. الست من جواها عارفه كويس ان الراجل ليه اليد العليا لانها مسؤوله من الراجل. الراجل مطلوب منه انه يكفي كل احتياجاتها، فانا منين مطلوب مني احميكي واكفي كل احتياجاتي، ولو حصل مشكله انا اللي احلها معاكي وانا ماليش اي سلطه عليكي. طب طالما احنا زي بعض يبقى مفيش حد ليه سلطه على التاني، يبقى ما تجيش تطلبي مني اي حاجه من الطلبات دي. وبرضه هرجع واقول نفس حته الشغل. يعني انت في الشغل قابله ان انت تكوني موظفه وعندك مدير ومش شايفه كده انها اهانه ولا شايفه انها حاجه بتقلل من قيمتك ولا بتقلل من كرامتك في المجال ده. لكن في البيت لما بتشوف ان انت بتبقي المساعده بتاعتي وان انا كاني ربان او انا كاني قائد البيت، انت بتبقي شايفه الموضوع ده تقيل قوي على قلبك ليه. عشان كده نرجع لموضوعنا دلوقتي. الست عارفه من جواها ان الراجل ليه اليد العليا، فلو انت كراجل جيت حطيت الست دي هي رقم واحد وما حطيتش شغلك رقم واحد، الست بتحس كده ان الديناميكيه العلاقه بايظه، ان في حاجه غلط ماشيه، مش دي الديناميكيه الطبيعيه اللي العلاقه بتمشي بيها. وده كردة فعل بيخلق تشوش كده في عقليه المراه، وده اللي بيخليها بعد كده هتلاقيها بتعاملك بردود فعل عنيفه وردود فعل عصبيه، وانت نفسك مش هتبقى فاهم ليه ولا هي نفسها هتبقى فاهمه ليه. لان الموضوع بمنتهى البساطه هي حاسه الديناميكيه ماشيه غلط، التروس اللي في الموضوع ده ماشي غلط. ولو جينا نقلنا الموضوع ده على الشغل، تخيل كده مديرها اللي في الشغل ده بيعاملها كانها زيها زيه. على فكره هيحصل نفس المشكله اللي بتحصل في البيت. هتلاقي الست دي بتعلي صوتها على مديرها وممكن بتتخانق معاه ومش هتقبل منه اي نقد ومش هتعمل له اللي هو عايزه، مش عشان حاجه، عشان ديناميكيه الشغل مشيت غلط. ديناميكيه الشغل بتقول ان في مدير وفي تحتها الموظفه دي، وفي نفس الوقت في البيت في مدير وفي قائد للبيت وفي تحته مش عايز اقول موظفه، خلينا اقول المساعده بتاعته، لان الزوجه اعلى بكتير من انها تكون موظفه في البيت. دلوقتي خلينا نلخص موضوع الحلقه. موضوع الحلقه بمنتهى البساطه كنت بتكلم على صفه لو موجوده فيك انت كراجل هتخلي الستات كلها حرفيا سواء كانت الست دي كويسه او وحشه هتلاحقك. الصفه دي بمنتهى البساطه هو انك تبقى حاطط شغلك رقم واحد، حاطط شغلك اولويه، ويبقى كل همك انك تتطور في شغلك. التفسير العلمي ورا الموضوع ده عكس الكلام الموجود على السوشيال ميديا ان الست بتحب الراجل يعملها معامله سيئه. الموضوع مش كده خالص. الموضوع ليه سببين علميين. اول سبب قلناه هو الاحساس بالامان. الست عمرها ما هتحس بالامان لو شافت ان الراجل اللي هي معاه في علاقه حاطط اي حاجه تانية غير شغله اولويه، لان الست هي لما بتقرر تتجوز الراجل بتسلمه حياتها. فانا منين هسلمك حياتي وانت مش مركز في شغلك؟ لان شغلك ده اللي هيعرف يكفيني ويكفي اولادنا الحياه الكريمه. اما السبب الثاني فهو ديناميكيه العلاقه. الست بالفطره اللي ربنا خلقها بيها عارفه كويس ان الراجل ليه اليد العليا. الراجل ليه اليد العليا مش عشان الراجل احسن منها عند ربنا ولا حاجه، الراجل ليه اليد العليا لانها مسؤوله من الراجل. فانت عشان انت مسؤوله مني انا مطلوب مني بلاقي اليد العليا عشان اعرف اكون اتحكم في البيت صح، فبالتالي اعرف اديك الحاجات اللي انت محتاجاها. فلو انت كراجل جيت عملت الست زيك زيها او حطيتها هي اولويه، بالطبيعي جدا هتلاقي ديناميكيه العلاقه دي باظت. ولما ديناميكيه العلاقه بتبوظ بعد كده انت بتلاقي ردات الفعل العنيفه اللي احنا كلنا بنستغرب منها. ودلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو. لو انت كملت معايا للمرحله دي فاحب اشكرك جدا. ولو عايز تعرف اكتر عن ازاي الست بتفكر في العلاقات او كيف تفكر المراه في العلاقات فشوف الفيديو اللي طالع قدامكم ده. السلام عليكم.